في تساؤلات كثيرة. هل الإدمان مرض أو عبارة عن تصرفات وسلوكيات سيئة للشخص؟ الإدمان عبارة عن مرض، بمجرد ما تتوقف عنه تبدأ تظهر آثار سلبية للشخص. وهنالك أنواع من الإدمان، منها التقليدي، أو ممكن يكون إدمان لتصرفات أو سلوكيات معينة في حالات نادرة طبعا. لكن يمكن أن يكون الإدمان لمواد أو سلوكيات غريبة. والله ما توقعت ان حياتي بتوصل لهالمرحلة. كل انسان يمر بلحظات سيئة في حياته، وانا للأسف كانت هذه احدى اللحظات السيئة في حياتي. كل شيء ابتدأ 23 شباط سنة 2014. كنت جالس ببيت ولد عمي. اخيرا جيت. كيف جبت كيلو كوكايين على البيت؟ ترى ضيوفته جايين في الطريق وما فيني بارد. ابوي اصلا نسخ خضرة. لا كوكايين الله يهديك. حلوى؟ بعد ما هي حلوى، حلوى الكبش. ومن هي جبتها؟ صراحة أنا عندي موردين خاصين ويجيبوا لي إياها بكل بساطة. تفضل قرب. لا 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 لا، تعرف اني ما مارد السوالف انا. أفا أنت ما رجال، قرب مو خسران، قرب. حلوى الكبش تحتوي على نسبة عالية من مادة الأميلوز التي تسبب في ارتفاع هرمون الدوبامين في الجسم، حيث أنه يؤدي إلى شعور الشخص بالسعادة والنشوة. انا انحطيت في مواقف في حياتي ما تخيلت ابدا ان ممكن انحط فيها. حياتي انقلبت فوق تحت، ماديا، اجتماعيا. اقول لك بشيمتك والله العظيم بموت، احس نفسي بموت قسم بالله. يا مروان قسم بالله لو وعتبنا اعطيتك بما فيه الكفايه ولا اخذ منك ولا بيسه. اخي والله اخر مره ساعدني قسم بالله بموت والله العظيم. عندك فلوس تو؟ ما عندي وين اجيب لك؟ ما عندك فلوس ما عندي حل وحالك، عاد ماشي حل غير انك تنطر لين العيد. صرت نكره بين عائلتي، حتى المجتمع صار ينظر لي بنظره دونيه. وفي هذيك اللحظه حسيت اني احتاج صدق للعلاج. من أول يوم مروان بدأ يتعاطى فيه وهو صاير شخص مختلف، صاير جدا عصبي وبسرعة يتنرفز وما في بارض حل أي شيء. بس للأسف ما صار يعني يهتم إلا في حلوى الكبش. بعد ما شفنا أن حالته صارت مزرية قررنا أن نوديه أقرب مكان يتعالج فيه بأسرع وقت. حقيقة أول ما وصل لي مروان ترودي للمركز كانت حالته جدا جدا تعبانة، حتى أعراض الإدمان كانت ظاهرة في وجهه. حاولنا نستدرك الموضوع، ما خلينا يوقف الحلوى بشكل مباشر. تقريبا خض منا الموضوع 9 شهور وعاد إلينا مروان سليم خالي من السموم تماما. انا الحمد لله تخلصت من الادمان واوضاعي تغيرت تماما. صرت ما اشتهي الحلوى. كل هذا بفضل الله ثم فضل العلاج، وان شاء الله ما ارجع للادمان مره ثانيه. انا مروان تلودي وهذه قصتي مع الادمان. لا لحلوى الكبش. لا لحلوى الكبش. لا لحلوى الكبش. كات. وخلص الشباب خلاص خلصنا الصورة. خلصنا كل واحد يشيل الأغراض، لا تنسوا. شيل الاضاءه شيل. أقول لك اتصل بمحمد تجيب لي عشاء. خليه يزيد لي ها.